بيكم في فيديو جديد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده هقولك على الطريقه الصح لرسم الحواجب بطريقه الشعره شعره، او اللي هي زي المايكرو بليدنج بس بالميك اب. وهقول لكم كمان الغلطات الشائعه في ميك اب الحواجب، وهنشرح كل حاجه بالتفصيل. هنعمل الغلط الاول، وكمان بعد كده هوريكم الصح بتاعها، وهقول لكم احسن برودكتس ممكن تستخدموها في ميك اب الحواجب، وتستخدموها امتى وتستخدموها ازاي. فيلا بينا نبتدي. اول حاجه خلونا نبتدي بالحاجب ده، وهعمله بالطريقه الغلط، او هوريكم الغلطات الشائعه البنات كتير جدا بتقع فيها. اول حاجه عايزه اقول لكم ان ميك اب الحواجب، وده دايما بقوله لكل البنات في كورسات الميك اب بتاعتي، ميك اب الحواجب من اكتر الحاجات اللي بتفرق في شكلك او بتغير شكلك. فلو ميك اب الحواجب كان في حاجه غلط او شكله مش مظبوط، وكان كل حاجه حلوه جدا، ميك اب العين حلو جدا والبشره تحفه وكل حاجه حلوه، بس الحواجب مش مظبوطه او مش لايقه عليكي، هتبوظ لوك الميك اب كله. عايزه اقول لكم اللي طالع موضه جدا السنه دي في 2023 ان الميك اب بتاع الحواجب يكون طبيعي جدا. هنستخدم النهارده الجل بتاع الحواجب بتاع انستازيا بافري هيلز، درجه اسمها سوفت براون، والدرجه دي رائعه حلوه جدا للبنات اللي شعر حواجبها لونه بني زي لون حواجبي كده. لكن لو شعر حواجبك افتح شويه، خليكي في الدرجات الافتح، لان لازم ميك اب الحواجب يكون نفس لون حواجبك بالظبط، او ممكن تغمقيه نص درجه، لكن افتح بيكون شكله هيقلب على رمادي. ولو كان اغمق بدرجات كتير قوي هيغير شكلك جدا وهيكبرك جدا في السن. واوعي اوعي اوعي تستخدمي اي جل حواجب لونه اسود، ده هيدمر هيدمر شكل حواجبك خالص. لو حواجبك غامقه جدا، بني غامق جدا، استخدمي اغمق درجات البني، هتكون جميله جدا على شكل حواجبك. تعالوا بقى نشوف الغلطات الشائعة في ميك اب الحواجب. البنات بتبتدي ترسم حواجبها من فوق بالشكل ده، وده غلط جدا، وهنعرف الناحية التانية ليه غلط. بعد كده بلاقيها بتحدد شكل الحاجب بالشكل ده من فوق ومن تحت، ودي اكبر حاجة واكتر حاجة غلط بشوفها، ان انتوا تملوا شعر الحواجب كله، الجل كله بالشكل ده، رايح جاي رايح جاي بالشكل ده. تحسوا ان الحواجب فقدت الشعر اللي فيها، او يعني احساس الشعر اللي فيها ده ما بقاش موجود، ودي حاجة غلط جدا. على قد ما تقدروا حتى لو تستخدموا جل، تحافظوا جدا على الفروقات اللي بين الحواجب، او وانتوا بتستخدموا الفرشة تستخدموها شعره وتشيلوا ايديكوا، شعره وتشيلوا ايديكوا. لكن كونسبت ان انت تعملي ايدك كده زي ما انتوا شايفين، ان انت بتلوني كده حاجه، ده اكبر غلط، وهيخلي شكل الحواجب فيك جدا. شايفين شكل حواجبي بقى يخض ازاي؟ وبعد كده بقى علشان يرسموا الشعره شعره يعملوا ايه؟ نفس الفرشه دي، والاقيهم جم هنا ماشي، وابتدوا يعملوا كده كده شعرات كده لوحدها طايره ملهاش اي علاقه باي حاجه. وبعدين وبلاقي كمان بنات مطلعه الشعر بره كده حواجبها، يعني بيملوا الحواجب الاول وبعد كده يطلعوا شعر منه. فبالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اكنه يعني بيديكي احساس ان شعر الحواجب منعكش، او عارفين في حاجه غلط، اللي هو كان عادي وبعد كده بالعكس بيديكي شكل اوحش من شكل حواجبك الاصلي. تعالوا بقى اوريكم الناحيه التانية هنعملها ازاي بطريقه طبيعيه جدا. اهم حاجه علشان ميك اب الحواجب يكون شكله طبيعي، ان انتوا اهم خطوه واول خطوه ان انت تسرحي شعر حواجبك الاول وتفرقيهم عن بعض علشان يكون شكلهم طبيعي. بنستخدم حاجه من الحاجتين دول، يا اما تستخدموا ماسكارا اللي هي بتسرح الحواجب وتفرقهم. انا دول احسن برودكتس استخدمتهم واسعارهم كويسه، يعني حاولت اجيب لكم حاجات سعرها كويس. الماسكارا دي من جوش، دي من الحاجات اللي انا استخدمتها مؤخرا وعجبتني قوي. ده بيكون شكلها ماسكارا للحواجب من هنا بالشكل ده، ومن الناحيه دي بتكون عامله زي الجل بيلزق الحواجب ويخليها تنشف الاول قبل ما نشتغل، علشان تدي الحواجب فوليوم كده وشكل حلو. او الماسكارا دي بتاعت شي جلام، بس دي بصراحه مش زي بتاعت جوش، لان هي خفيفه شويه وبتحتاج وقت اطول علشان تنشف، لكن دي بتنشف الحواجب وبصراحه بتلزقها كده لفوق في ساعتها. شي جلام طبعا سعرها ارخص بكتير، بس هي بتاخد وقت، يعني عشان تستخدموها محتاجين تستنوا حبه حلوين علشان تبتدوا تشتغلوا في الحواجب. او اللي ما عندوش دول خالص، في حل تالت ممكن تستخدموا اي صابونه
بس مش اي صابونه، تكون ما فيهاش صوب، ما فيهاش صابون. في صابون كده بيبقى حاجات نيوترال او حاجات ناتشرال، ما فيهاش خالص صوب او الكحول او حاجات كده. يعني دي صابونه من بيرس بستخدمها في الموضوع ده بجل الصبار، ما فيهاش صابون، ما فيهاش كحول علشان ما تاذيش بشرتي. فممكن تستخدموا الصابونه باي فرشه حواجب وتاخدوا، ده بيبقى شكلها، تفتحوا الصابونه وتاخدوا حبه صغيرين وتمشطوا بيها شعر الحواجب. بتشتغل بالظبط زي الواكس او زي الشمع. اول حاجه بتجيبوا اي فرشه حواجب عندكم وتعملوا كده في الصابونه، تاخدوا منها كميه بسيطه جدا جدا جدا، ماشي. وبعد كده تعالوا اوريكم الفكت بتاعها على الحواجب. بنبتدي الاول نسرح الحواجب بالشكل ده، زي ما انتم شايفين ابتدوا يتفرقوا. هوريكم بس في حته صغيره، وبقيه الحواجب هوريكم. بصوا ابتدت تفرق الحواجب ازاي وبتقف لفوق، يعني اكنها بتلزق كده الحواجب لفوق. ده للبنات اللي ما عندهاش ماسكارا، بس انا كمان مياله بصراحه للماسكارا بتاعت جوش اكتر، بحسها طبيعيه ومش بتاخد وقت خالص. وانا برضو شويه بخاف من الافتكاسات دي يعني، بس دي بتمشي يعني لو حد ما عندوش ماسكارا او كده ف شغاله برضه. هنجيب الماسكارا الاول بتاعتنا، زي ما انتوا شايفين هي بتكون لونها ابيض وبتتحول ان هي على طول بتكون شفافه. هنبتدي نسرح بيها شعر الحواجب الاول لفوق، وبعد نص الحاجب ببتدي ادخل شويه بزاويه على بالشكل اللي شايفين حركه ايدي بالشكل ده، علشان تدي حركه لشكل الحواجب. ما ينفعش اسرحيها كلها في اتجاه واحد، اول نص بس بيتسرح لفوق، وبعد كده بتبتدي تميلي مع زاويه ميل الحاجب. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وبعد كده بستخدم الفرشة بتاعتهم اللي وريتها لكم بشكلها ده. بصراحة الاختراع ده رائع رائع رائع. هبتدي اسرح شعر الحواجب لفوق كده وافرقهم عن بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بنستنى حوالي من 30 ثانية لدقيقة يكون نشف خالص وادى شكل مفرق للحواجب بالشكل ده. كده الحواجب اتفرقت وعرفت اولها من اخرها، وايه هعرف املى فين بالظبط شكل الحاجب بتاعي. نصيحة برضو مهمة جدا ان انتي لو حواجبك اصلا كويسة يعني شكلها كويس، اكتفي بس ان انتي تعملي الحركة دي، ان انتي تفرقيهم بشكل كده طبيعي، وبعد كده تملي بس اول الحاجب واخره. لو ما عندكيش فراغات، لو عندك فراغات امليها بنفس لون الحواجب، لكن مش شرط تعملي كل المراحل دي او تستخدمي جل او فاهمين قصدي. يعني اهم حاجة في الاخر نكون شكلنا طبيعي دي اهم حاجة. ممكن بعد كده تستخدمي اي حاجة انتي حباها، يا اما قلم للحواجب يا اما تستخدمي باودر لو حابة، بس زي ما قلنا لون الباودر يكون نفس بالظبط لون الحواجب بتاعتك، وتستخدميها بفرشة رفيعة. ما ينفعش ابدا تحطي باودر مع التكنيك ده بفرشة تخينة، هتلاقيه ملى الحواجب وبرده بوظ اللوك كله. ففرشة الحواجب لازم تكون رفيعة، يا اما تستخدمي جل، بس الجل في حالة واحدة بس لو عندك فراغات. لو ما عندكيش فراغات يبقى تستخدمي قلم او باودر. مهم جدا النقطة دي. ويلا بينا نبتدي نوزع الباودر بفرشة رفيعة جدا شكلها زي ما انتوا شايفين جاية انجل كده، جاية بزاوية. واهم حاجة ان هي تكون رفيعة جدا علشان تساعدكم. اول حاجة خالص ان انا هعمل خط بسيط جدا يقفل لي بس شوية او يحدد لي اكتر الحواجب، علشان انا حواجبي بس مفرغة شوية من هنا بالشكل ده بالباودر علشان تكون خفيفة وطبيعية جدا. وبعد كده همسك الفرشة اللي هي الزاوية اللي هي الانجل اللي هي الزاوية العالية، بخليها لتحت وببتدي اسحب الفرشة في اتجاه الشعر بالظبط كده كده، واشيل ايدي كده واشيل ايدي كده واشيل ايدي زي ما انتوا شايفين. زي ما انتوا شايفين شكلها طبيعي ازاي. بحرك ايدي في اتجاه الشعر بالظبط، الشعر جاي بزاوية، بحرك ايدي كده في اتجاه الشعر بالظبط، لكن مش بملى زي الناحية دي.
لا انا بحرك ايدي مع الشعرايه علشان احافظ على شكل الحواجب الطبيعي. نيجي لاخر خطوه خالص، ودي بتنور شكل الحواجب شويه وبتظهره، ان احنا ننضف حواليه بكونسيلر. بس يفضل الكونسيلر يكون يا اما كونسيلر كريمي، اي كونسيلر كريمي عندك، ما عندكيش ممكن تستخدمي اي فاونديشن كريمي، ما عندكيش تستخدمي عادي كونسيلر ليكويد بس يكون تقيل شويه، يعني مش خفيف قوي، لانه لو خفيف قوي ممكن لو انت مبتدئه ما تعرفيش تنضفي بيه حوالين الحاجب كويس. والاهم من كده الفرشه اللي تستخدميها تكون زي ما انتوا شايفين. بصوا الفرشه رفيعه جدا من هنا وبرده جايه بميل. اهم حاجه ان الخطوه دي بتنضف بتنور جدا شكل الحاجب، بس ما تكتروش فيها وما يعني ما تقفروش، فاهمين قصدي؟ زي ما انتوا شايفين الدرجه اللي استخدمتها تقريبا نفس لون درجتي عشان ما تبقاش اوفر قوي. لو عايزه تعملي نفس الحركه من فوق، اوعي تاخدي الكونسيلر من فوق بالشكل ده، لان التراك دي بقت قديمه قوي. لو عايزه تحددي ممكن تحددي بس ربع او تلت الحاجب الاخير من هنا اللي هي قفلته بس من هنا، لكن ما تمشيش بالكونسيلر فوق الحواجب لان خلاص ما بقاش في حد بيعمل كده، بقى شكلها قديم قوي. علشان كمان تحافظي على التفريعه الطبيعيه والتفريقه بتاعه الشعر من فوق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين شكلها طبيعي جدا، وشكلي حتى حاسين، بصوا يعني الناحيه دي شكلي شكلي متغيرش، لكن هنا تحسوا انه يعني شكل حواجب تقيل جدا. اي اسئله تقدروا تسالوني تحت في الكومنتس او تبعتولي الاسئله بتاعتكم على الانستجرام، وان شاء الله استنوا الفتره اللي جايه هننزل فيديوز كل يوم اثنين وخميس. بس كده اشوفكم ان شاء الله على الف خير في كل الفيديوز اللي جايه. باي باي.